السلام عليكم، نتمنى يا ربي تكونوا بخير على خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ما شاء الله غندوز نشارك معكم واحد الكسكسو مغربي هماوي ديال تحميرة الوجه اللي كيجي رائع. انا بعدا حمار لي وجهي في الخدمه ديالي، يعني كان عندنا واحد الحفل وجدنا وطلبوا لي كسكسو مغربي، يعني هو اللي اختاروه من جميع الوصفات. قالوا خصهم كسكسو مغربي، وقلت لهم علاش لا ندوز ونوجدوا كسكسو مغربي وما تصوروش على اقبال كان عليه وعلى اكسيتو كان عنده، ما تصوروش. نتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو. ودابا باش ما نتعطلش عليكم ندوزو مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه ان شاء الله. كما كتشوفوا عندي في هاد الطنجره قطعت واحد 10 كيلو ديال البصله. هاد انا عملت 3 ديال الطباصل ديال الكسكسو، يعني كبار، كل واحد درت فيه 3 كيلو ديال الكسكسو، طباصل كبار. وبالنسبه لهاد البصله زدتها واحد المعلقه ديال الابزار، واحد المعلقه ديال السكينجبير، وزدتها كذلك واحد 4 يطرو ديال الزيت بيضاء. غادي نقلي البصله ديالي على واحد النار اللي كتكون هادئه، يعني تكون نار هواده، ما تكونش النار قويه باش البصله ديالنا ما كتحرقش. كنبقاو نقلبوا فيها شويه بشويه، وهي كتهود. وغادا نزيدها واحد شويه ديال الخرقوم اولا ديال الزعفران اللي كان عندكم، اولا الكركم اللي المهم اللي كان عندكم موجود، باش كيعطيها واحد اللون اللي كيكون ذهبي زوين. المهم انا باقا كنحرك في البصله ديالي، ما غادا ندير لها لا ما لا حتى شي حاجه. هذه الطريقه اللي كنوجد بها انا البصله ديالي، كما كنقولوا هنايا سيبوجا كراميليسادا، اللي كتجي رائعه. ما كنزيد فيها حتى نقطه ديال الماء، غير السر ديالها هو كتهبطوا العافيه تماما وكتخليوها طيب على خاطرها. المهم زدت واحد المعلقه كبيره ديال القرفه. هاد القرفه انا كنديرها حتى البصله ديالي كطيح مره، كنشوفها على الطيب، عاد كنزيد لها القرفه وعاد كنزيد لها الزبيب. بالنسبه للزبيب اولا العنب المجفف كما كتشوفوا، غسلته خليته في الماء واحد 2 سوايع وغسلته مزيان وعاد ضفته على البصله. كما كنقول لكم هاد البصله معسله تفايه كما كنقولوا لها حنا في المغرب. هاد التفايه هادي ما زدتها لا ما لا حتى شي حاجه، طابت غير في الماء ديال البصله هي طابت في الماء ديالها نيت. المهم انا باقا كنحرك كما كتشوفوا، كنخليوها شويه بشويه، كنغطيها بعدا باش كتعرق، ومره مره كنحركها. وبالنسبه للنار خصها ضروري تكون نار مهيله باش البصله ديالنا كتجي معلكه وما كتجيش ما كتحرقش. دابا في هاد الاثناء هادي انا زدتها واحد كيلو الا ربع ديال السكر. المهم نتوما ديروا القدر اللي بغيتو. انا قلت لكم راه عندي 10 كيلو ديال البصله، درت لها كيلو الا ربع ديال السكر. بالنسبه للحلاوه نتوما كتختاروا ديروا اقل او ديروا اكثر، ولكن الكميه اللي قلت لكم جات واعره. انا عملت كميه كبيره بصراحه، انا عملت 3 ديال الطباصل كبارين، يعني كل طبسيل ياكلوا فيه 12 د الناس. المهم كتشوفوا بان البصله ديالي تعسلت مزيان. ملي غادا صافي غادا نخليها على جانب، وغادي ندوزو نعسلو القرعه. بالنسبه للقرعه الحمراء اللي غادا نعسلها انا اليوم، انا اخترت القرعه اللي كتكون طويله، ما كتكونش متقوبه من الوسط. واخا يعني ملي كنت كنقطعها بقاو شي 2 ولا 3 هكاك متقوبين من الوسط، حق ماشي مشكل. المهم درت شويه ديال الماء وشويه ديال الملح، حيت غادي نعسلوها. غادا نغطيها وغادي نخليها طيب شويه، واحد 10 ولا 15 دقيقه، وغادي نشوفها. ملي غادا نحس بها بانها طابت، عاد غادا نضيف ليها السكر وشويه ديال القرفه. غادي نخلي القرعه ديالي طيب على جانب. بالنسبه للتفايه راه طابت وحيدتها عاود خليتها على جانب. ودابا غادي ندوزو نشرملو الدجاج ديالنا. بالنسبه للدجاج اللي استعملت اليوم انا في هذا الطبق هذا، في هذا الكسكسو، ما عملتش الدجاج صحيح، عملت الفخيدات ديال الدجاج، لحقاش غادا نقدمهم بواحد الطريقه شويه مختلفه وغادي يجيو زوينين. وكل واحد كيهز يعني طريف ديال الدجاج. كما كتعرفوا حنا ما كنحطوا الدجاج فوق كسكسو، يعني هذيك هي العاده ديالنا والطريقه ديالنا. ولكن بالنسبه باش درتو في الحفل ديالي انا هنايا، عملت غير فخيدات ديال الدجاج، زدت واحد 2 ديال العويدات ديال القرفه، وواحد المعلقه كبيره ديال الابزار، وواحد المعلقه كبيره ديال السكينجبير، وشويه ديال الخرقوم كما كتشوفوا. بالنسبه للقرفه، عملت هاد العويدات ديال القرفه، ولكن من بعد غادا نزيد شويه ديال غادا نزيد شويه ديال القرفه مطحونه.
صافي كيما شفتوا انا عملت الابزار وعملت سكنجبير، وغادا ندير الملحه والعويدات القرفه والخرقوم او الزعفران، وغادا نزيد البصله. بالنسبه للبصله عملت هنايا 1 كيلو ديال البصله اللي قطعته هكا رقيق، قطعته بصراحه انا دوزته في الماكينه، دوزته في الماكينه وعصرته، عصرت هذيك الماء اللي فيها، لحقاش الماء ديال البصله كما كتعرفوا كيكون شويه مر. انتو ضروري خصكم اما تخليوها تسقطر في واحد كسيكس، او لا تعصروها بيدكم ملي تقطعوها وعاد كديروها. زدت شويه ديال الزيت كذلك، ثمن 4 يطرو هكاك ديال الزيت على الدجاج. العفو. وغادا نخلط الدجاج ديالي مزيان، وغادا نديه فوق النار كذلك. هاد الدجاج هذا راه ما تصوروش كي جات فيه واحد المذاق، هاد كسكسو يعني كان عليه واحد الاقبال. ايوا وانا ربحت رقم 1 ديال الكسكسو. المهم عطاوني 10 على 1,000,000، وجا زوين بزاف وما تصوروش شحال بارطاجاوه مع الاصدقاء ديالهم، ومع يعني ما تصوروش، جا زوين بزاف وعجبهم وعلاش لا، عاش المغرب. هاد العام ان شاء الله غادي بزاف د الناس غادي يهودوا. المهم زدت شويه ديال القرفه كما قلت لكم، واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه مطحون مدقوقه. وغادا درتو فوق النار، وغادا ندير له الماء. بالنسبه للماء غادا نغطيه بالماء كما كتشوفوا، وغادا نهبط عليه حتى هو عاود النار، وغنخليهم يطيبوا. هاد الرجيلات يطيبوا على خاطر من هاد الفخيدات. هذا يعني حنا انا دائما كنوجد كسكسو بالدجاج كبير. صحيح، ولكن اليوم فضلت نوجدو على هاد الطريقه هذه. ودرت واحد الربطه ديال المعدنوس، عقدتها وغادي نديرها في وسط منه. المعدنوس انا ما كنقطعوش في وسط في وسط المرقه، على حقاش باش كيبقاش هكاك دالع في وسط المرقه خضر هكاك. كنديرو كنربطو هكا، وملي كيطيب ملي يعني كتحي كيطلق ديك النسمه ديالو في الدجاج وديك الشيء، في اخر لحظه كنحيدو. كما كتشوفوا الدجاج ديالي هو كيطيب، غنخليه يطيب حتى تحسوا بفخيدات ديالكم طابوا مزيان. عاد كنديرهم في واحد الصينيه، وغادا ندهنهم شويه د العسل، وغادا نديرهم في الفران. ايوا شنو غنعاود لكم على هاد الطبق هذا اللي وجدت اليوم. وجدت وبالنسبه للكسكسو غادي نوجدو معكم واحد الطريقه اللي انا كما غادي تشوفوا ما قصتوش بيدي بصفه نهائيه. غادي ندير له واحد تفويره وحده اولا تبخيره وحده. المهم انا دائما كنقول تبخيره، كيقولوا لي البنات ما تقوليش تبخيره، قولي تفويره. المهم الرجيلات ديالي هما طابو، غادا ندوز نحيدهم، وغادا نديرهم في واحد غنديرهم في واحد الصينيه كما قلت لكم، وغادي غادا ندهنهم بالعسل، وغادي نديرهم في الفران يتحمروا. لحقاش انا ملي خصني نقدمهم محمرين. ايوا المهم هما كيطيبوا شويه بشويه، ما تخليوهمش تيطيبوا بزاف، لحقاش الا خليتوهم طابوا بزاف غادي يتفتحوا، يعني غادي يتفرتوا، وانا ما خصنيش يتفرتوا، انا خصني يبقاو صحاحين باش ملي غادا نحمرهم غادي يبقاو صحيحين. المهم غنخليهم واحد 5 دقائق، وغادا ندوز نوجد معكم كسكسو. بالنسبه للكسكسو انا عملت تقريبا شي 7 الكيلو اللي عملت ديال الكسكسو، 7 ولا 8 مبقيتش عاقله. المهم انا كان عندي كسكسو بقيت غير كنكب. ايوا المهم درت له الزيت، درت واحد تمن نص كاس العنبه ديال الزيت، وواحد شويه ديال الملح، كما تمن واحد 2 معالق ديال الملحه. المهم بالنسبه للملحه نتوما داكشي كيبقى حسب الرغبه. غادا كما كتشوفوا غادا نبسبس هاد الزيت مع الملحه حتى يتخلط لي مع كسكسو مزيان. وفي هاد الاثناء هادي انا عندي الماء طايب، يعني طيبت الماء في واحد الطنجره حتى بقى كيطبخ. عاد غادا نضيفو على هاد الكسكسو. انا قلت لكم هاد الطريقه اللي غندير معكم بها كسكسو اليوم بالنسبه للبنات المبتدئات اللي عمرهم ما داروا كسكسو، هذه واحد الطريقه اللي اسهل منها ما كايناش. ما غديريش اختي يدك مره بصفه نهائيه في وسط كسكسو ابدا، غير الا بغيتي. المهم كما كتشوف غنغطي الكسكسو ديالي تماما بالماء طايب حتى كيتغطى. صافي كنخليوه. انا انا قلت لكم انا درت تقريبا شي 8 ديال الكيلو، ما بقيتش عاقله. المهم انا عملت كسكسو بزايد، عملت 3 ديال الطباصل الصلاه على النبي، قلت لكم كل واحد يقدر ياكلوا فيهم حتى 12 د الناس. المهم غطيت الكسكسو ديالي بالماء حتى كيتغطى تماما ما كيبقاش يبان،
وكنخليوه ينشف. كينشف مره حتى كاينه، نتوما ما نقطعش الفيديو باش عاد تشوفوه، يعني كيبقى ينشف بوحدو كيشرب في ديك الماء ديك الكسكسو ديالنا. انا غنخليه هكا تيشرب كما كتشوفوا، وغادا ندوز نوجد الصينيه اخرى عاود اللي عندي فيها كسكسو اخر. حيت انا قلت لكم انا وجدت صلع لي نبي واحد 3 ديال الطباصل كبارين ولا 3 ديال القصاعي اللي ما حتاش نعاود لكم عليهم، جاو واعرين. ايوا هادشي اللي كاينه كما كتشوفوا. كسكسو هو كيشرب، كتشوفوا بان شرب ديك الماء كامل. ملي غادي يشرب الماء ديالو كامل صافي غنخليوه واحد 10 ديال الدقائق ولا 15 دقيقه حتى يشرب مزيان. والاخر حتى هو ديك الصينيه الاخرى حتى هي رانا عملت فيها الماء نفس الطريقه اللي عملت مع هاد الصينيه عملتو مع الصينيه اخرى، يعني حتى هي غطيتها بالماء طايب. ضروري الماء يبقى حتى كيبقى كيتجالب، عاد كبوه فوق كسكسو. صافي دابا انا غنفكو بعيب بالطينيدوريس هكا ولا بالفورشيطات. كتفكوه ولا بواحد المعلقه د اللوح، المهم اللي كان. المهم كتفكوه حتى كيتفك بوحديتو، يعني ما كيتكور ما كيتعجن ما حتى شي حاجه. جربوا هاد الطريقه اللي عملت معكم، انا راه عندي كسكسو في القناه اللي عملته على هاد الطريقه هذه، وبزاف ديال البنات جربوه وجاهم واعر. بالنسبه للمبتدئات اللي عمرهم ما داروا كسكسو، نوضي اختي وجدي كسكسو ما تخافيش منه. المهم كتبقاو تفكوه شويه بشويه هكا، راه ما كيتعجن ما حتى شي حاجه. صافي كنفكوه حتى كيبرد شويه، كندوزو ندير له واحد تفويره وحده اولا تبخيره وحده، ما ديرولوش كثر وما تزيدوه لا ماء لا حتى شي حاجه. صافي الماء اللي كبيناه فيه اللي سقيناه به في الاول هذاك هو الماء اللي غادي يصلح لينا، يعني بلا ما نحتاجو نزيدوه الماء لا من نفورو ولا ولا حتى شي حاجه. المهم الرجيلات ديالي انا خرجته، ما نخلي كسكسو ديالي يبرد واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه. وبالنسبه للرجيلات انا جبت حيدتهم من المرقه، وغادا ندوز ندهنهم بشويه ديال العسل، وغادا نديرهم في الفران. ممكن تدهنوهم بالعسل او ممكن تدهنوهم بالسمن حار. انا بصراحه السمن حار ما كنستعملوش بزاف لحقاش كاين بعض الناس اللي ما كيعجبهمش، كنفضل نستغنى عليه وصافي. اما هو بصراحه كيجي زوين، ممكن تدهنوا به الدجاج ديالكم ديروه في الفران. انا اليوم كما قلت لكم غادا ندهنوا بشويه ديال العسل، وغادا نديرو يتحمر في الفران على درجه الحراره 180 الفوق والتحت حتى كتشوفوا الدجاج ديالكم تحمر وتقرمل. عاد كتخرجوا ماشي تقرمل، عندك تخليوه تيتحرق خليوه عيط يتحمر، اذا كيولي واحد اللون ذهبي فيه عاد حيدوه. صافي غندوز نديرو في الفران ومن بعد نكملوا الوصفه ان شاء الله. ضروري خصكم ديروا هذه الوصفه كما قلت لكم. المهم هذه المرقه ديال الدجاج اللي بقات، انا دائما حتى كنحيد الدجاج عاد كندير الخضره. بالنسبه للخضره غندير اليوم اللفت وغادي نديرو الجزر اولا الخيزو. بالنسبه للخيزو ولا الجزر اللي عملت انا ما قطعتوش، خليته صحيح لحقاش طري بزاف، يعني ديك العظيم اللي فيه داخل حميمر، يعني ماشي انا غنزين به. ما بغيتوش يتهرس لي. ملي كنبغيو نزينو بالجزر ديالنا اولا بالخيزو، من الاحسن نديروه صحيح في المرقه، يعني في الطعام. ما تقطعوش، اختاروا ديك خيزو اللي كيكون رقيق زوين باقي طري وديروه باش تزينوا به كسكسو ديالكم. اما الا قطعتو حيدت له ديك العظيم ديالو اللي نداخل، من بعد كيبقى يتفرج صعيب بوحديتو. وانا خصني بصراحه انا بغيت نزين به، ودرت واحد 4 ديال الفتات. غادا نزيد شويه ديال الماء باش غادا نسقي 4 ديال القصاعي ديال الطعام ان شاء الله. المهم غادا نخلي الخضره ديالي طيب على خاطرها المريقه جات واعره. وغادي ندوزو نشوفوا القريعه ديالنا. بالنسبه للقريعه ديالنا ها هي كما كتشوفوا طابت، يعني دابا غادا ندوز ندير فوق منها السكر. بالنسبه للسكر، الناس اللي كتعجبهم الحلاوه كديروا السكر اللي استعملت انا درت واحد 3 ديال المعالق ديال السكر، ولكن ماشي معالق عاديه، معلقه كبيره، حسبي حتى 8 ديال المعالق اولا 9 ديال المعالق ديال المعلقه اللي كنشربوا بها الصوبه. ولكن انا المعلقه اللي استعملت راه معلقه كبيره، وزدت واحد المعلقه ديال العسل كيزيد واحد اللون في القرعه ديالنا، كيزيد واحد اللون ذهبي. وغادا ندير فوق منها شويه ديال القرفه، ومن بعد غادا نبقى نهز شويه بشويه ديك المريقه ونديرها من الفوق شويه بشويه، وكنديروها من فوق القرعه. في هاد الاثناء هذه انا راه مشى لي الفيديو، رانا عملت واحد 2 معالق ديال الزيت مع القرعه، يعني ما بانوليش في الفيديو. نديرو 2 معلقات ديال الزيت اولا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اللي بغيتو. المهم انا غنخلي لكم مقادير في صندوق الوصف ان شاء الله.
وكما كتشوفوا بالنسبه للسكر اللي عملت، راه عملت 3 المعالق ولكن كبارين، ماشي معالق عاديين، ديك المعلقه اللي تقريبا كنسقيو بها. المهم غنخلي هاد كما كتشوفوا هاد الزيت المريقه من تحت، وكنسقي بها القريعات ديالي. ضروري ديروا ديك 2 معالق ديال الزيت او واحد المعلقه كبيره ديال الزبده مع المرقه. رانا الفيديو مشى لي وصافي، كما كتعرفوا دابا زوينه عندي هنا في الخدمه وداك الشيء. المهم دابا الكسكسو ديالي هو وجد، فكيتو كامل، غادي ندوزو باش نبخروه نفوروه. غندير له واحد التفويره. بالنسبه للقرعه ديالي هي تعسلت، غنخليها على جانب. وبالنسبه للدجاج انا جبدته من الفران كما كتشوفوا، تحمر وجا فيه واحد اللون ذهبي ما تصوروش. وكسكسو ديالي هنا كنبخرو، كندير له واحد التفويره فقط. وبالنسبه للمريقه ديالي كذلك الخضره هي كطيب. وغادي نغطي هاد الدجاج مزيان، وغادي نخليه في الفران باش يبقى سخون، باش يحافظ على السخونيه ديالو. كسكسو غادي نبخرو. والقريعه ديالي عسلتها كما كتشوفوا معسله، وجا فيها واحد اللون رائع ما تصوروش. انا قلت لكم القرعه ضروري خصكم تشريو ديك اللي كتكون صغيره وطويله باش كتقطع لكم. ما كنقشرهاش لحقاش لا قشرتوها غادا تفرجت لكم. عندي هنا شويه ديال اللوز. وبالنسبه للتفايه اللي وجدت معكم او البصله كراميليساده، حيت شويه باش غادا نديروه فوق نزينوا به هاد القريعات ديالنا. غادا نهز هاد القريعه نحطها في هاد الصينيه هادي، وغادي ندير فوق منها واحد مونطاليتو ديال هاد البصله كراميليساده اولا ديال التفايه اللي وجدنا. وغادا نزوقها من الجوانب بشويه ديال اللوز. بالنسبه للوز انا اللوز خضر قليته، قليوه ولا ديروه في الفران اللي بغيتو، داكشي على حسب الرغبه ديالكم. وغادا غنديرو في الجوانب التزيين ديال هاد القريعات كيجيو زوينين، كنزينوا بهم الكسكسو ديالنا. كان خصني ضروري ندير واحد شويه القرقاع من الفوق، ولكن ما كانش عندي القرقاع، ماشي مشكل. درت شويه ديال اللوز في الجوانب، وهكاك جا عطا واحد المنظر رائع، جا فيه واحد المنظر بريستيج مزيون. وما تصوروش الكسكسو ديال اليوم كان رقم واحد في الخدمه في الحفل ديالي، في الناس اللي كلاوه ما تصوروش. كلشي كيقول لك هذا العام غنعاودوا للمغرب، هذا العام وجدوا الناس للمغرب، هذا العام ان شاء الله غيجيونا التوريست كثر. وحنا كنديروا البصمه ديالنا في العالم، يعني فيما مشينا كنخليو البصمه ديالنا، وكتكون البلاد ديالنا يعني حاضره في اي وقت. الوصفات ديالنا لا يعلى عليهم، الكسكسو ديالنا ولا الرفيسه ديالنا ولا الحريره ديالنا ولا اي بساطل ديالنا، القطبان ديالنا لا يعلى عليهم. الطبخ مغربي لا يعلى عليه في العالم كامل. والمهم باش ما نزيدش نقاوي انا كنمجد في راسي كنشكر راسي. قالك شكر راسو داز من هنا. قال واحد المثل، شكون اللي كيشكر العروسه؟ ايوا خالت امها وخالتها والحزاره ديال جارتهم. انا كنشكر راسي بلا جاره بلا حزاره. ايوا المهم غنحيد الكسكسو ديالي الجزر ديالي غنديرو في واحد الصينيه باش غدا نزين به. غنحيدو، انا قلت الكوزينه عندي سخونه. ملي كتحيدوا الخضره ديالكم هكا كتغطيوها بواحد البلاستيك غذائي وكديروها في الفران باش كتبقى يعني مسربه ديك السخانه ديالها. وبالنسبه للكسكسو ديالي حتى هو بخرته كامل، فورته واحد التفويره فقط. انا قلت لكم ممكن ما تقيسوش كاع الكسكسو بيدكم، تفكوه غير بواحد المشك ولا واحد التينيدور كتفكوه، يعني ما ديروش كاع يدكم فيه. ايوا صافي. عندي هاد الطويجنات هادو غادا ندير فيهم شويه ديال البصله كراميليساده كما كتشوفوا. التفايه ديالي غادا نديرها في هاد الطويجنات الصغار، غنقدمهم حتى هما غيرافقوا الطبسيل الكبير ديال الكسكسو. وغادا نزوقهم حتى هما، غادا نزينهم شويه ديال اللوز من الفوق. ممكن دير لهم اللوز، ممكن دير لهم البيض مسلوق مثلا، بحال اللي انا سلقت واحد شويه ديال البيض ديال السمان اولا ديال الكويبو دي كودورنيس. هو اللي غادا نزين به كسكسو ديالي اليوم. درت هادو 6 ديال الطويجنات هكا، وغادا نزينهم هكا من الجوانب شويه ديال اللوز كذلك. او ممكن تقدموا معاه هكا ماشي مشكل، ولكن كما كتعرفوا حنا دائما خصنا داك الشيء يكون واعر ايوا صافي. هادشي اللي كاينه. غادا نزينهم بشويه ديال اللوز على هاد الطريقه هادي. وغادا نغطيهم كذلك، غادا نخليهم في الفران. بصراحه انا عندي فران كبير، اي وصفه وجدتها كنديرها في الفران. يعني كيكون طافي، ولكن عنده واحد السخانه شويه كتبقى فيه شويه ديال السخانه باش الاطباق ديالنا غادي نوجدوهم، غادي نقدموهم سخانين. المهم كسكسو ديالي انا غادا انا كنسقي كسكسو هو الاول.
على هاد الطريقه هادي كسكسو كيجي زوين. واخا تشوفوا ديك اللون ما جاش ما كيبانش اللون الصفيفر هيدا زوين حيت ضاربه فيه الشمس، ولكن فيه واحد اللون ما تتصوروش. انا هذه الطريقه اللي كنسقي بها كسكسو. يعني انا ماشي كندير كسكسو ناشف في الطبسيل ونزوقو عاد نكب عليه، عاد نكبو عليه المرقه كيتخسر نو. هذه هي الطريقه الصحيحه اللي ممكن تسقيو بها كسكسو. كنسقيوه شويه، وسقيوه كاع، سقيوه بحال اللي صافي غادي تقدموه هكاك الماكله. كنسقيه وكنخلطو مزيان، عاد كندوز نمونطيه في الطباصل باش من بعد وبغيتو تصفيوه صفيوه. المهم انا وريتكم، بغيتو تصفيوه صفيوه، بغيتو ديروا المريقه هكاك بالدغيميله ديالها ماشي مشكل. المهم كيشرب ديك المرقه كسكسو وكيجي زوين. ومن بعد ما كنبقاوش نكبوا المرقه فوق التزيين اللي عملنا كيتخسر. على هاد الطريقه هذه جربوا هاد الطريقه اللي عملت معكم بالنسبه للفروحه، بالنسبه للبنات اللي كيخدموا الطلبيات وديك الشيء. هذه هي الطريقه الصحيحه اللي ممكن توجدوا بها كسكسو للضيوف ديالكم، ولا حتى لوليداتكم في الدار عاديه. ممكن ديري كسكسو عادي توجديه، ديريه على هاد الطريقه هذه. يعني تتسقيه عاد ديريه في القصعه اولا في الطبسيل اللي غتقدميه فيه. المهم شديت فخيدات ديالي اللي حمرنا في الفران بالعسل، وغادا نديرهم في الجوانب. غادا ندور هاد الجوانب كاملين بهاد الفخيدات هادو. هادو كيجيو يعني التقديم ديالهم هكا، الماكله ديالهم كتجي بصراحه سهله. يعني كل واحد حيت اصلا كنحطوا الطبسيل في الوسط، وعاد كندوروا به الطباصل باش كل واحد كياكل بوحدو. يعني ما كناكلوش من الطبسيل نفس الطبسيل هكا مسقي، ما كناكلوش منه. حنا اللي بغى ياكل منه ماشي مشكل، ولكن ملي كيكون عندنا الضيوف ديالنا وداك الشيء من الاحسن كنقدموا واحد الطبسيل هكا ومن بعد ولا القصعه، ومن بعد كنحطوا الطباصل باش كل واحد كيهز ديك الشيء اللي بغا وكياكلوا، باش حتى لا شاط كسكسو ما كيكونوش كلينا منه مباشره. يعني ممكن يشط لنا كسكسو وممكن نخبعوه لوقت اخر، ولكن ملي كيبقاو ناكلوا في نفس الطبسيل بالمعالق ما بصراحه ميكانيكامينتي ما كيكونش مزيان. صافي ديجا خصنا نسيبوه. يعني ما يمكنش تخبعيه نتينا كل واحد ريق فيه من جهه، كل واحد معلقته من جهه، وحنا غادي نخبعوه نوليو ناكلوه مره اخرى نو. اما ملي كنقدموه هكا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، انا عملت الدجاج وعملت الجزر، انا كنعاود لكم وانا كنقدم. واللفت اللفت كيجي معاه والله العظيم جا فيه واحد المذاق ما تصوروش. هاد الكسكسو ضروري خصكم تجربوه. درت فيه واحد جوج ديال الضمات ديال البنه. المهم حتى داكشي على حسب الرغبه ديالكم، بغيتو ديروا فيه ضماد البنه ولا ما ديروهاش. المهم درت واحد الحفيره الفوق، غادي ندير فيها البصله نعمرها بهاد التفايه اولا بصله معسله. وغادا نزينهم بواحد البيض ديال السمان اللي درتو في سلقتو قشرتو عملتو في شويه ديال البودر ديال الشيا. وغادا نثبتهم بواحد العويدات من الفوق على الطبسيل ديالنا. انا نقدم معكم واحد باش تشوفوا التقديم اللي عملت. والقريعه غادا نديروها في الجوانب هكا. كل الطبسيل درت فيه 4 ديال الطروفه ديال الدوائر ديال هاد القرعه. ممكن ديروا في الوسط واحد القرقاعه، او ممكن دير واحد نص بيضه ديال السمان. انا ما عرفتش، ما طاحتش عليا الفكره، كنت طاحت عليا وفلقتني بصراحه. حتى قدمته لحقاش كان عندي شويه ديال الضغط، وكانوا صافي دخلوا لي الناس خصهم يتغداو داك الشيء، صافي ما بقاليش الوقت والمهم التقديم جا رائع، ما حتاش نتكروا عليه، جا واعر. واللذه ديالو ما حتاش نهضروا عليها، وكلشي جا زوين. ونتمنى يا ربي يعجبكم وغادي يعجبكم ان شاء الله. ولا بقات شي حاجه ما فهمتوهاش خليوها لي في التعاليق ونجاوب عليك اختي في اقرب وقت نجاوب عليك. المهم انا قدمت معكم واحد، ويا خلي انت هما انا قلت لكم درت 3 ديال الطباصل. ودابا غادي ندوزو نقدم كسكسو ديالي ونتمنى يا ربي تبارطاجيو هذا الفيديو مع اهليكم واصدقاء ديالكم. هذه كانت لمسه مغربيه في واحد الحفل اللي كانوا فيه اجانب وكانوا فيه مغاربه. ونتمنى يا ربي يعجبكم. كما كتشوفوا التصفيقات والتقديم رائع وكلشي جا زوين. ونتمنى يا ربي نتلاقاو في وصفه مقبله وبالصحه والراحه ومع السلامه.